السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رمضان خيري في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن واحد من أهم أنظمة الرجيم والتخسيس اللي الناس كلها بتسأل عنه، هو نظام الصيام المتقطع. علشان في ناس كتير عندها معلومات غلط عن نظام الصيام المتقطع، وللعلم هو أفضل نظام لو أنت عايز تخس وعايز تمشي على نظام كويس ويجيب معاك نتيجة لجسمك وكمان يخسس معاك وزن. هو نظام الصيام المتقطع لجسمك، لان نظام الصيام المتقطع بينظف الجسم يا جماعه حرفيا من الجذور الحره او الحاجات اللي هي بتعمل مشاكل للجسم وللتخسيس، لان هو افضل حاجه تنشط حرق الدهون. بس الفكره ان في ناس كتير مش فاهمه ايه هو نظام الصيام المتقطع ويعملوه ازاي ويصوموا كام ساعه وياكلوا ايه وما ياكلوش ايه الممنوع وايه المسموح. فهنحاول في الفيديو ده ان شاء الله نوضح ببساطه وباختصار ايه هو نظام الصيام المتقطع وازاي تقدر تمشي عليه، وهل ممكن تاخد معاه ادويه ولا لا. فخليكم معايا في الفيديو ده وبكل بساطه ان شاء الله هوضح لكم ايه هو نظام الصيام المتقطع. اولا نظام الصيام المتقطع من اسمه هو ممتد او جاي من الصيام بتاعنا العادي مع فروقات بسيطه. طيب الفرق ايه؟ الفرق ان انت اثناء ساعات الصيام عادي تشرب ميه وتشرب بعض المشروبات اللي احنا هنقول عليها وهنقول بتشربها ازاي. طيب خلينا الاول نقول نظام الصيام المتقطع يا جماعه بيكون عباره عن انك بتقسم اليوم بتاعك لفترتين على حسب نظام يومك. انت راجل بيبقى نظام يومك بالنهار او بتبقى صاحي بالليل اكتر حسب شغلك، فممكن على اساس هذا النظام انك انت تظبط نظام صيامك المتقطع. طيب الصيام المتقطع ممكن يبدا ان انت بتصوم 12 ساعه وتفطر 12 ساعه، او بتصوم 18 ساعه تفطر 6 ساعات، او 20 ساعه صيام وتفطر في 4 ساعات. طيب النظام بيكون ازاي؟ انا ارجح ان انت تبدا تدريجيا، تبدا ب 12 ساعه وبعد فتره ما تتعود وتحاول انك انت تسيطر على جوعك شويه تبدا انك انت تنتقل للنظام الاعلى 16 ساعه صيام وهكذا. في ناس بتطبق النظام ده كل يوم وفي ناس بتطبقه مرتين او 3 مرات في الاسبوع. طيب ايه بقى النظام هيبقى ازاي؟ زي ما قلنا انت عدد ساعات الصيام اللي انت خلاص حبيت ان انت تصوم مثلا 12 ساعه سواء بالليل او بالنهار. في الفتره دي انت ما بتاكلش اي حاجه، بتشرب ميه فقط وبتشرب مشروبات عاديه، قهوه، شاي اخضر، ينسون، قرفه، زنجبيل، اي حاجه بس بدون سكر، بدون سكر نهائيا. الفكره ان انت في فتره الصيام دي ما تدخلش جسمك اي حاجه فيها سعرات حراريه علشان تبدا تنشط نظام حرق الدهون عندك. انت دلوقتي في الفتره دي ما بيخشش جسمك اي حاجه فيها سعرات حراريه، فالجسم يبدا يدور على اقرب حاجه ياخد منها الطاقه اللي هو محتاجها علشان يبدا يعمل الشغل الحيوي بتاعه، فيبدا ان هو يشوف الدهون المتخزنه ويبدا يحرق منها، وهو ده فكره نظام الصيام المتقطع. طيب بالنسبه للادويه، في ناس بتقول ناخد ادويه ولا ما ناخدش. لا، خد ادويه عادي اللي انت بتاخدها، سواء ادويه لحاجه عندك او بتاخد ادويه للتخسيس عادي خدها، مفيش اي مشكله خالص. ده مش هيأثر على الصيام باي شيء اطلاقا. طيب نستمر عليه قد ايه؟ عادي انت ممكن تستمر عليه العمر كله، مفيش اي مشكله. تعمله نظام حياتك بعد ما تتعود عليه وبعد ما تبدا انك تسيطر على جوعك. في البدايه هيبقى النظام صعب شويه، هتلاقي يعني بتجوع فترات طويله. ممكن تعتمد على برشام يسد معاك الشهيه زي برشام بران، واتكلمنا عنه قبل كده وقلنا ان هو امن جدا، وقلنا ان هو مفيش اي مشكله من استخدامه ولا ليه اثار جانبيه. هو ممنوع بس للناس اللي عندها انسداد معوي، لان هو بينزل في المعده بينفش في المعده، وطبعا لازم تشرب معاه ميه علشان ينفش في المعده ويجيب معاك نتيجه. وممكن تاخد اي نوع برشام تخسيس تاني انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص. بس الفكره كلها ان انت في فتره الصيام ما تدخلش جسمك اي حاجه فيها سعرات حراريه. طب ممكن نحلي بسكر الدايت لو احنا عايزين نشرب الحاجه من غير سكر في سعرات حراريه. ممكن تحلي بسكر الدايت واختار اي نوع من الصيدليه، سويتال، سليمر، نوكال، اي حاجه سكر دايت كويس في الصيدليه اعتمدوا، مفيش مشكله خالص، مش هيأثر على نظام الصيام المتقطع. طيب دلوقتي انت جيت طبقت نظام الصيام المتقطع ومش عارف زي ما قلنا تعمله بالنهار تعمله بالليل، مفيش اي مشكله، على حسب نظام يومك وعلى حسب شغلك وعلى حسب صحيانك وعلى حسب نومك. زي ما قلنا عادي بالليل بالنهار مفيش مشكله، 12 ساعه 16 ساعه، عايز تبدا بال20 ساعه مفيش مشكله، بس المهم تقدر انك انت تكمل فيه. ودي فتره كويسه قبل شهر رمضان، لان كده كده شهر رمضان طبعا زي ما قلنا هو اللي مقتبس منه فكره اصلا الصيام المتقطع. فعلشان كده عايز تبدا دلوقتي وشهر 2 وتاخد معاك رمضان شهر 3 هتطلع
بافضل نتيجه ان شاء الله، وهتقدر ان انت تكمل بدون اي مشاكل. هو ده باختصار وببساطه نظام الصيام المتقطع. سهل جدا، بسيط جدا، مش محتاج منك اي حاجه. كل الحكايه انت هتصوم فتره عن الاكل وعن اي حاجه فيها سعرات حراريه فتره من اليوم، والفتره الثانيه هتاكل فيها وجبه وجبتين ثلاثه، بشرط ان انت ما تزودش برضو في الاكل عن الطبيعي بتاعك. تحاول تقلل من اكلك برضو، لان ده هيفرق معاك طبعا. لان مش معنى ان انت صمت 12 ساعه انك تيجي بقى في ال 12 ساعه اللي انت فاطر فيهم وتخرب الدنيا، يعني ده مش هيوديك لنتيجه كويسه. يبقى احنا في الحلقه دي اعتقد ان احنا وضحنا نظام الصيام المتقطع بدون باختصار وبدون اي مشاكل، واعتقد ان انتوا فهمتوا ايه هو نظام الصيام المتقطع، وهو حاليا من افضل الانظمه اللي ممكن تخسسك بشكل كويس بشكل سريع وبشكل صحي، وهتفيد جسمك زي ما قلنا، وهتفيدك على مستوى التخسيس وفقدان الوزن. زي ما قلنا هو نظام سهل وبسيط، ولو في اي حاجه مش واضحه عايز تسال على اي حاجه بخصوص الصيام المتقطع بخصوص ادويه التخسيس سيبها لنا تحت في التعليقات وانا هجاوب عليك بسرعه ان شاء الله. اتمنى ان انا في الحلقه دي اكون وضحت نظام الصيام المتقطع باختصار وببساطه، بحيث ان اي حد كان عايز يبدا في نظام الصيام المتقطع وكان متردد او كان مش عارف يبدا منين، او كان بياخد ادويه تخسيس او ادويه عاديه ومش عارف هل يعني دي في مشاكل ولا لا. اتمنى يكون الموضوع واضح، ولو عندك سؤال سيبولي تحت في التعليقات وانا هجاوبك عليه بسرعه ان شاء الله. اتمنى الحلقه دي تكون مفيده، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، ويا ريت لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله، واشوفكم في حلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.